يعني ساعه. طب ما تيجي تبص من ايه؟ قاعد من ورا. قاعد من ورا. طب بص من قدامك. هو شايف ايه من ورا؟ ظهر. هو فاهم حاجه؟ لا. فبالتالي النهارده احنا مشغولين جدا. طيب الغرب الكفر الغرب، لان خلي بالكم احنا احيانا بنتكلم كلام بيبان فيه ان احنا فاهمين ديننا وايماننا كويس واحنا مش فاهمين كويس. لما النهارده بعض الناس يتكلم يقول لك الغرب كفر الذي، ما انا عارف ان الغرب كفر، والله العظيم كفر، اقسم بالله كفر، ويدخلوا جهنم ومن يبتغي غير الاسلام دينا. طيب انا النهارده الناس دي مشغوله بالعلم وبيعملوا انتاج وفكر واختراعات، فانا بروح واخد منهم الايه؟ الحاجه اللي عملوها، وبعدين اقول ايه؟ الكفره الانجاز. ماشي يا عم مكفر، مش انت الحكمه ضلت المؤمن صح؟ انا وجدها حاجه تفيدني، بس الفكره فين بقى؟ الفكره ان انا مش عايز طول عمري اخد منهم، هم خدوا مننا زمان كل حاجه وهم دول اللي بيدونا، احنا عايزين نتغير. فالغرب النهارده احنا بقى خلي بالك احنا كنا مشغولين، الامه ما جاتش لسه. فالغرب بدا يفكر في التليفون، عايزين نكلم بعض. مين اللي اكتشف التليفون؟ مين اللي اخترع الفكره؟ مين؟ ده في ثانيه ابتدائي دي. معلومه جديده بقى. اللي صاحب فكره التليفون الفكره جراهام بيل. اللي نفذ الفكره اديسون اللي عمل المصباح. وبالمناسبه لحد النهارده في العلم الاكثر عالم له براءه اختراعات افادت العالم في العدد وفي الكم والكيف اديسون. اديسون اتكرش من المدرسه عشان كان غبي. المدرس بتاعه قال له غبي، وامه خدته قعد بدا يتعلم ويفكر. انتوا عارفين نص اللمبه دي في التجربه رقم 10000 ولما اتقال له انت قعدت كل ده فشل، قال لا انا اتعلمت 9999 طريقه ما يوصلوش للمصباح. مش انا فشلت 9999، لا انا اتعلمت الحاجات دي بس ما كانتش بتوصل لده، ده جه بعدين. فعشان كده بقول لك كمل على اللي عندك، ما تقولش ايه هو يا جماعه مش معنى دي حته قليله شويه، مش معنى ان انا حطيت مثلا فلوسي في البورصه وخسرت يقول لك انا خسرت فلوسي كلها. هو فعلا خسر فلوسه كلها؟ لا خسر حته. واحد عمل حاجه ما جابش نتيجه يقول لك انا عملت اللي عليا. لا انت ما عملتش اللي عليك. فاحنا بنقول كلام دي حته لها علاقه بمنظومه العقل بقى، ده حاجه ماجستير عندي ودكتوراه. بنقول كلام في السب كونشس او اللاوعي يعني عندنا بياخده وافهم ان انا كده وقت كده، ولما اجي نحطها على الواقع مفيش الكلام ده مش صح. تمام كده؟ فالغرب بدا يفكر في التليفون يكلموا بعض، واحنا بنعمل ايه؟ مش فاضيين. مش فاضيين ليه؟ مشغولين بايه؟ مشغولين. تمام؟ بدا يفكر في المركب الشراعي، قال لك طب ما في هواء اهو وممكن نحط قماشه تمشي. فبدا يفكر في المركب الشراعي. بدا كمان يفكر طبعا عباس بن فرناس حط فكره الطيران وهم بداوا يعملوا فكره الطياره الشراعيه. واحنا فين؟ ما جيناش بندور علينا لسه. بعد كده فكروا في العربيه، فبدا يمشي في السماء وفي البحر وفين؟ وعلى بر. واحنا فين؟ احنا مشغولين. معلومه انا بعد كده من اسوأ المعلومات اللي انتم ممكن تعرفوها عن في العالم يعني. لما تم اكتشاف الطبعه البرينتر خلاص، وجات الطبعه دي كانت ضخمه جدا. لما اكتشفت الطبعه وصنعها الغرب الكفره الملاحده دول، فالمفروض احنا كمسلمين يجي لنا الطبعه دي. ففي الوقت ده طلع علماء المسلمين في الوقت ده مفتي البلاد الاسلاميه في وقتها، التاريخ ما عرفش اسمه ايه، طلع فتوى ان الطبعه حرام، وقال علشان ما نحرفش المصحف. طبعا الطبعه بتطبع مش بتفرق، فانت هتحط المكنه تطلع قماش، هتحط الورقه كده بتطلع زيها. فقال حرام ومنعها من الدخول لان فيها شبهه ان هيحرفوا المصحف. اولا الطبعه دي كانت المدرج ده، فعشان نطبع حاجه لازم نعجب بقى خلاص. فكان يستاهل ان احنا ندخل الطبعه وحد يبقى بيراقب. الطبعه ما دخلتش بلاد المسلمين كام سنه؟ 430 سنه، 4 قرون ونص تقريبا.
في الوقت ده انت كنت بتتعلم مع الشيخ او مع العالم في كتاب مكتوب بايده بالريشه، وعشان انا اتعلم لازم استنى متى تخلص الايه؟ الكتاب. فكان تنقل العلم قليل جدا. طب بره كتاب بيتنقل لكل الناس، ففرقوا معاك في فروه زمنيه تعادل 4.5 قرن او 5 قرون بسبب فروه ما انزل الله بها من سلطان. فدي فرقت 500 سنه او 450 سنه تفرق بفروه غير مفهومه غير مفهومه. فخلي بالكم عايزين نعمل ايه؟ فهم بره انشغلوا بالكلام ده، واحنا بقى بدانا ننشغل بحاجات وما تفهمونيش غلط، يعني خدوا اللي انا هقوله ده على بعض عشان الحته اللي جايه دي هيبقى فاهمه لفوق. خلاص؟ احنا انشغلنا بالنقاب قبل ما اكمل. انا زوجتي منتظره خلاص كده عشان ما تفهموش ان انا بغلط في النقاب، لا بالعكس انا عايز النقاب اصلا. خلاص؟ انا زوجتي منتظره. فكره النقاب بقولها ليه؟ في فرق بين ان انا احابب الناس تلبس النقاب او تبقى عندها عفه مثلا زياده يعني عشان عارف ان انا بغلط في التانيين. في فرق بين الجدال حوالين النقاب. في فرق بين تديني معلومات وفرق انت تجادل حوالين المعلومات. تديني معلومات وتعلمني انا موافق، انا موافق هتعلم. انما نقعد واقول لكم على كام ساعه دلوقتي في الفضائيات اتكلمت عن ده، نقعد نعاند بقى يعني شيوخ في مناظرات حول النقاب. رغم ان امانه العلم تقول النقاب يا جماعه له 3 اراء: فرض وله ادله، سنه وله ادله، فضيله وله ادله. فالعالم لما يقول لو يسال على حكم النقاب يقول لي 3 كذا وكذا وكذا وانا اميل لده. انما مش هو ده بس، لا مش هو ده بس، في 3 اراء قولهم وبعدين قول انا بميل لده او ما بميلش لده. ده اسمها امانه العلم. امانه العلم تمام كده؟ طيب في الفضائيات اخر 5 سنين المناظرات حوالين النقاب بين بعض المشايخ وبعض كام ساعه؟ 460 ساعه اجمالي عدد الساعات اللي تم فيها مناظرات بين مشايخ وعلماء حول النقاب. مش بيقنعوك بيه، ده بيجادل بعض بالادله. لا هو مخطئ في الدليل والدليل ده انا بقى كواحد بتفرج. انا هسيبك ان انا داعيه او ماليش دعوه، انا قاعد اسمع 460 ساعه جدال بين علماء. انا اطلع بحاجه؟ طب ممكن كنا نتكلم في فضل النقاب مثلا في 5 ساعات، يعني 5 حلقات و400 ساعه كل حاجه تانيه. مش ده كان قفل الامه؟ فكره الاولويات. وما عندناش في الدين نفترض لو كان زي ما سمعنا في بعض الفضائيات يعني رساله من احد المشايخ يعني جزمته على دماغي من فوق كان بيقول انا عايز اقول لكل واحده مش لابسه النقاب تخيلي لو النقاب لو انت قابلت ربنا في الاخره تخيلي لو كان هو النقاب قدام ربنا طلع هو اللي كان صح. تخيلي يعني ايه تخيلي؟ ما ينفعش. ما عندناش ده دي مشكله في العقيده كده يعني. طيب اقول لك على حاجه، دول زمان كان كام ركعه؟ طبعا ايه زمان ايه والنهارده؟ ما انا بكلمكم بلغتهم بقى. زمان كان كام ركعه؟ والنهارده لا، النهارده يبقى 2 عشان اليوم ضيق مفيش وقت. مش شايفين ليه كده؟ تمام؟ طيب فانشغلنا بقضيه النقاب. خلوها كانت يعني مهم قوي نفهم بس مش ده الاصل. يعني دي جنبي دي معايا. كمان المشكله اللي مش هتنتهي وهي قضيه الموسيقى الحلال والحرام وما ينفعش. طب الكلام فالعلماء قالوا حرام على الاطلاق، وفي علماء قالوا حلال وحلال وحرام وحرام بشرط الكلمات ما تكونش بكتير شيء يعني. تمام؟ طبعا مفيش حاجه اسمها حزب الحال، بس انا بتكلم على كلمه حزب يعني. فكره التحزب النهارده. طبعا انا موافق، انا عضو مجلس امناء ثوره كلام الحكماء، موافق ان احنا بعد الثوره لحد النهارده بنتعلم سياسه. بنجرب في بعض. واللي غير كده ما بنفهمش سياسه. احنا بنجرب في بعض. بنجرب. بس لما تدخل حزب ما يبقاش هو ده النهايه. هو دول اللي هيمشوا البلد كده. طب ودول خربوا البلد بس. لا احنا لازم نستوعب بعض. هضرب لكم مثال دمه خفيف عشان دي حاجه لها علاقه باستراتيجيه النهضات في العالم يعني. احنا النهارده من اول الثوره ما خلصت لحد النهارده عندنا مولوتوف وناس بترمي طوب ورصاص حي صح؟ وطبيعي المشهد اللي شكله حلو في مصر ايه؟ ناس بيحدفوا شرطه
وشكرا ترمي غاز. احنا خدنا كميه غاز غير عاديه، يعني عارف الواحد قرب يطير من الغاز اللي خده. تمام؟ كلمه البلطجيه بقى لنا 3 سنين دول نفس الجمله دي. دول لما حد يكون بيخرب دول بلطجيه مأجورين واخدين فلوس عايزين يخربوا البلد.